الباشا العربي بن بلال النجدي الزعري، الشخصية التي تجاهلها التاريخ والمؤرخون. شخصية زعرية بارزة لعبت أدواراً طلائعية على عهد السلطان المولى سليمان. أعرض مؤرخو الفترة وغيرهم عن ذكره باستثناء الضعيف الرباطي الذي نقل بعض أخباره في تاريخه. في زمن هذا الباشا حكمت البادية المدينة، بحيث تولى ابن بلال حكم مدينة رباط الفتح وأحوازها. أسس العربي بن بلال قصبة بقبيلته النجدة، وهي نموذج لقصبات تلك الفترة. فلا وزارة الثقافة انتبهت إلى هذه المعلمة التاريخية، ولا الساكنة المحلية حافظت عليها، فكان مصيرها الاندثار. نسبه ودراسته. هو الطالب العربي بن عبد الله بن بلال النجدي الزعري، ينتمي إلى فخذة العبادلة من فرقة الحوامد من قبيلة النجدة. كان والد العربي بن بلال من أعيان قبائل زعير ومن رماتها الذين قاتلوا الشاوية في صفوف السلطان مولاي سليمان، وقتل في إحدى المعارك بقبيلة إمزاب في شهر صفر عام 1213 هجرية. لا يعرف شيء عن بداية العربي بن بلال الأولى، بيد أن كل القرائن تدل على أن الرجل كان من أسرة غنية كان أبناؤها من أعيان القبيلة، وأن العربي كان حافظاً للقرآن الكريم، لأننا نجد الرسائل السلطانية السليمانية وكذلك المؤرخ الضعيف الرباطي في تاريخه ينعتونه بالطالب العربي بن بلال. وتذكر الرواية الشفوية أن العربي بن بلال تابع دراسته بقرويين فاس إلى جانب السلطان المولى سليمان. توليه العمالة على قبائل عرب الويدان ورباط الفتح في شهر شعبان عام 1229 هجرية، موافق شهر يوليوز سنة 1814. عين السلطان المولى سليمان العربي بن بلال عاملا على جميع قبائل عرب الويدان، زعير، الصباح، الدغمة، السهول، الذين كانت أراضيهم تمتد من الشاوية إلى حدود زمور. ويبدو أن سلطة الرجل كانت شاملة ومسيطرة، باستثناء محاولات فاشلة من الدغمة الذين حاولوا التمنع من الباشا بن بلال، لكنهم اضطروا للخضوع بدون حرب في أواسط عام 1230 و1815. كما يبدو أن قوة ابن بلال كانت بارزة، فقد ذكر الضعيف أن ابن بلال كان يلعب البارود في عدة مناسبات ب100 من الخيل، منها خلال استقباله لوزير السلطان محمد السلاوي. وقد صعد نفوذ العربي بن بلال، وعزز السلطان المولى سليمان جانبه بتوليته بشوية الرباط. فبعد انتفاضة قصيرة تزعمها الدباغة والخرازون بما فيهم اليهود ضد حكم العامل عشعاش التطواني، نجد السلطان يصدر ظهيرا بتولية العربي بن بلال باشا على أهل الرباط، ويعطي ولاية سلا لمحمد بن الجيللي القرشي السكيري الحسناوي.